بسم الله الرحمن الرحيم. النهارده هنتكلم عن طريقة سلامك، ودي مهارة هتساعدك انك تسيب انطباع اول ايجابي على الغير. قبل ما نبدأ نتعلم المهارة لازم نفتح المانيوال، الكتالوج بتاعك اللي ربنا منزلهولك علشان تعرف تتعامل. في القرآن ربنا بيعلمنا طريقة السلام، وإذا حييتم بتحية فحيوا بأحسن منها أو ردوها إن الله كان على كل شيء حسيبا. دي خير تحية وأفضل سلام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. لو عايز تقول سلام تاني براحتك، المهم يكون حاجة شيك طالعة من قلبك وحاسسها. كده انت اتعلمت من ربنا طريقة السلام بالقول. طب لو هتدخل بقى معاها فعل زي السلام بالإيد، تعمل الخطوات دي، ودي طريقة تنفع للرجالة بينهم وبين بعض أكتر. أول حاجة لازم عينك تبقى مواجهة لعين اللي بتسلم عليه، أي حاجة غير كده ممكن تتفهم ضعف، خجل، عدم اهتمام أو تكبر على حسب وضعية عينك. وانت بتسلم خلي كلامك طالع بشعور فيه ود وانت بتقوله. وانت ماسك ايد الشخص خلي قبضة ايدك قوية، يعني الضغطة خفيفة بتنقل له انك جد وبتفرض الاحترام من الاول. خلي فيه مساحة بينك وبين اللي بتسلم عليه، لا تلزق فيه قوي فيحس بعدم راحة، ولا تسلم من بعيد قوي فتفصله عنك، خليك وسطي. طبعا اتأكد ان ايدك ناشفة، وسلامك ما يعديش ال3 ثواني وتفصل. ما تمسكش ايد الراجل وتفضل تمرجح فيها دقيقة، انا بشوف الموضوع ده كتير. ركز بقى في طريقة سلامك واظبطها قول وفعل، وما تنساش تتدرب عليها بطريقة التكرار اللي اتكلمنا عنها في اول فيديو. في الفيديو الجاي ان شاء الله هنتكلم عن مهارة الكلام. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.